ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض احلى كيك جبنة بطريقة سهلة ولذيذة وهتعجبكم قوي. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، ويلا نبدأ. في دلق الخلاط حطيت بيضتين عليهم معلقة صغيرة فانيليا، نص كوباية لبن، 4 مكعبات جبنة كريمي، كوباية سكر ونص كوباية زيت. واضربيهم بقى كويس قوي في الخلاط لمدة 4 5 دقايق لحد الجبنة ما تدوب خالص وكل المكونات السايلة تبقى متجانسة مع بعض. هناخدهم بقى بره كده وهنضيف لهم كوباية ونص دقيق، طبعا الدقيق لازم يتنخل. وحطيت مع الدقيق معلقة كبيرة بيكنج باودر، وقلبت بقى الدقيق مع ده البيكنج باودر اهو. قلبت بقى الدقيق مع المكونات السايله كده، تقلبيهم كويس قوي لحد ما يدوب كله في بعضه، ما يبقاش فيه اي حاجه متكتله. وبعدين صينيه مقاس وسط حطيت فيها ماده دهنيه وتنزلي فيها الكيك. شايفه القوام بتاع الكيك؟ هو ده اللي عايزينه بالظبط. دخلتها بقى الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني طبعا. أخدت حوالي 35 دقيقة في طاسة على النار، والنار تكون هادية. حطيت نص كوباية جوز هند وقلبتها بقى، تقلبيها بالراحة كده لحد ما تاخد اللون الذهبي ده، وبعدين تنقليها في طبق بره علشان السخونة بتاع الطاسة ما تخليهوش يتحروق مننا. الكيك طلع بعد 35 دقيقة. سقيتها بقى وهي سخنة كوباية لبن مكثف، واحنا متعودين طبعا بنعمل اللبن المكثف مع بعض، هسيبلك اللينك بتاعه. سقيتها بقى اللبن المكثف الأول، وبعدين رشيت على وشها جوز الهند اللي حمصناه كده. ريحته جميلة قوي وطعمه حلو قوي وهو متحمص الجوز الهند. بس زي ما بقولك لازم النار تكون هادية قوي عليه، وتكوني ايه يعني واقفة مصحصحة له قوي لأنه بيتحرق بسرعة جدا. وأول ما يخلص تنزليه من الطاسة على طول السخنة وتحطيه في طبق. حطيت بقى جوز الهند على الوش كده وقطعتها، وتقدميها بقى بألف هنا. طالعة هشة جدا وسكرها مظبوط وهتعجبك جدا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.